حبايبنا ابطالنا رجاله اولى ثانوي ورجاله البكالوريا، ايه الاخبار يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. ايه يا حبي؟ ايه يا عمي؟ امتحانات شهر ابريل اللي جايه فجاه دي، هو في ايه بجد؟ هو ليه كده؟ وعشان ايه وعشان مين وفي صالح مين؟ انا بتكلم بجد وبفضفض معاك. دي حب احنا طالع عينينا في مراجعات ثالثه ثانوي، اقسم بالله احنا عاملين مراجعات نهائيه ما حصلتش في مصر، وطالع عينينا في تصوير واعداد وتجهيز مراجعات نهائيه ليكوا رجاله اولى ثانوي وثانيه ثانوي، مراجعات نهائيه باذنك يا رب، اقوى مراجعات نهائيه في مصر على المنصه. احنا في وسط المعمعه دي كلها، وكمان طالع عينينا نخلص لك المنهج على المنصه والحمد لله خلصناه. فاحنا طالع عينينا في كل انا بني ادم واحد على فكره، معايا تيم بس اللي بيشرح انسان واحد. فان انا مسحول في كل النواحي دي كلها، ويقوم طالع لي في النص كده مراجعه شهر ابريل، فلا بقى، ده كتير علينا، اقسم بالله زوري راح، ده كتير علينا يا عم. في نفس الوقت احنا قعدنا نفكر فتره طويله جدا والله، ما بين ان احنا يعني ما احنا خلاص، ما احنا كده خلصنا المنهج على المنصه، نزلنا، ضغطنا نفسنا، الحاجه كانت هتخلص مثلا في اسبوعين او 3 اسابيع، ضغطناها في اسبوع واحد وعملنا مجهود جبار وقياسي يعني. فلو جينا نفكر في نفسنا فما خلاص، انا خلصت منهجي على المنصه والحمد لله انا ظابط الدنيا مع طلابي ومديهم حقهم تالت ومتلت بفضل من ربنا. فجيت فكرت طب وبعدين؟ في نفس الوقت يا صديقي، اللي بيني وبينك اكبر من كده، انا وعدك ان انا معاك وفي ظهرك دايما، وهكون معاك دايما، وقت ما هتحتاجني هتلاقيني. فكان لازم من وسط كل المعمعه دي اطلع لك واعمل لك مراجعه شهر ابريل. بص يا حبي، ان شاء الله اربع مين، احنا في المحاضره دي هنظبط شويه ظبط محترمين، وهنحل شويه حل وشويه افكار، وركز جدا في الافكار اللي هنحلها النهارده لانها مهمه جدا. انا مش هقول اكتر من كده، خلاص باذنك يا رب. طيب بص يا عمنا، ان شاء الله باذنك يا رب هنبدا الاول بالكلمات ثم حل على الكلمات، هناخد كل يونت كده هنفصصه كلمات ثم حل على الكلمات، كلمات ثم حل وهكذا. وبعدين في النص الثاني نخش على الجرامر باذنك يا رب. فانا عايزك مركز قوي. طبعا البي دي اف ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن، اللينك هيكون تحت ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقي بقى تحت اللينكات بتاعتنا كلها مهمه، خش عليها كلها. هجوم يا باشا، هجوم. عندك البيج بتاعتنا مهمه وبنزل على تفاصيل مهمه، وانا ما يرضينيش تفوتك صراحه. الجروب بتاعنا على الفيسبوك وبنزل على حاجات مهمه برضو وتفاصيل وتلخيصات وحاجات حلوه. قناه الواتساب بالدلع كله، وبص دنيا تانية، دي اصلا دماغ تانية، والادمن بتاعها بصراحه مش عارف عامل ايه في الناس يعني. عندي كمان شانل تليجرام، دي مهمه جدا فما تفوتش بقى، انا عايزك ما تفوتش. بص يا حبي، في الاول بنقول اللهم اني نويت ان اسعى فكن يا ربي لي العون، اللهم بارك في الوقت والجهد، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم اني اسعى فارزقني يا ربي لذة الوصول، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنمشي مع بعض، انا عايزك مركز معايا جدا وصاحي وصاحي. البي دي اف كده كده معاك، اطبع بقى ما تطبع انت براحتك، خلاص زي الفل. بسم الله. تعال نبدا مع بعض. اول حاجه عندنا يونت 10، الفوكاب بتاعته مهمه جدا، هناخد فوكاب ثم حل ثم فوكاب وهكذا. اول كلمه عندي ايه؟ اول كلمه عندي هي الغاء، cancellation. دي الالغاء بتاع بقى ايا كان فاتوره عمليه مع ايا كان بقى. طب الفيرب منها cancel يعني يلغي، طب في صفه منها cancelled يعني ملغي، الاجتماع was cancelled كان ملغي. بقى عندي الكوبونز، دي اللي هي الكوبونات، بيجي لك يا حبي مع الباكج مثلا كوبون خصم، فدي الكوبونز، دي الكوبونات. كوبونات الخصم دي بالذات انت مش محتاجها، انت حافظها دي لوحدها. فالكوبونز اللي هي كوبونات الخصم بتيجي يا عم. طيب انا عندي بعد كده الكميه يعني اماونت، انا عايز اعرف الاماونت الكميه بتاعت ما اعرفش ايه في ايه. خلاص، فانا عندي كلمه اماونت اللي هي كوانتيتي برضو كميه، فدي كميه. انا عندي durability معناها المتانه، يبقى انا عندي هنا المتانه durability. durability معناها المتانه، durability معناها المتانه، durability معناها المتانه. مهمه مهمه. طيب انا عندي تصرف مفاجئ او اندفاع impulse، اندفاع، تصرف مفاجئ impulse، خد بالك impulse اندفاع او تصرف مفاجئ. طيب وعندي متانه durability، متانه durability، المتانه بتاعت شيء معين durability، هتقابلنا دلوقتي في الحل. عندي طرق الدفع اللي هي payment methods، البيمنت methods، البيمنت methods. انا عندي بعد كده مشتريات يعني purchase، وعندي purchase يعني يشتري اصلا كفيرب، كفيرب هي purchase يعني يشتري اصلا، خلاص، ولكن هي جايه اسم وجمع اهو. عندي طرق الدفع اللي هي قلنا دي على فكره. عندي هنا الجوده اهم من الكم، quality over quantity. يعني بص، في ناس مثلا اللي بيكون الناس اللي ماسكه تاسكات مثلا، فبيبقى حريص انه يطلع اكبر كم من التاسكات. طب تيجي تبص على الجوده، الجوده معدومه في مجالنا، في مجالنا.
مش مهم اني بخلص محاضرات وخلاص، لا، الجوده بتاع المحاضره، الجوده بتاع الشرح، الجوده بتاع الحل. زي ما احنا بنمسك نفصص كده، هي دي الجوده يا جماعه، هي دي اللي بتاخد مننا مجهود وبتعمل فينا زي ما انت شايف قدامك كده ان احنا مش قادرين نتكلم. لان احنا يعني الحمد لله احنا كعيله عبقري لغه، كتيم عبقري لغه، وانتوا كطلابنا عائله عبقري لغه، كلنا بنسعى نحو الجوده. طيب، فهنا quality over quantity، يعني الجوده خلاص فوق الكم. بعد كده بيقول لي ايصال شراء اللي هو الريسيت، يقول لك هات الريسيت بعد اذنك، بعد اذنك انا عايز الريسيت، عايز الايصال بتاع الشراء. انا عندي جدول يعني سكيدجول، ده جدول. بعد كده قال لي تقييمات الدفع السيلرز ريتنجز، التقييمات دي مش الدفع البائع، تقييمات البائع السيلرز ريتنز. انا قبل ما اشتري من الراجل ده هشوف ايه الريت عنده، ايه التقييم عنده، زي المطعم مثلا لو رايح مطعم معين فبتشوف مثلا على طلبات، تشوف هو واخد تقييم قد ايه. تمام. عندي هنا الضريبه اللي هي التاكس، الضرائب، جماعه تاكسز اللي هي الضرائب، ضريبه بتدفع للدوله او الضرائب اللي بتدفع للدوله. انا عندي بعد كده الضمان وارنتي، ده الضمان يا جماعه. يقول لك انا جايب الثلاجه دي بضمان سنتين، فالضمان اللي هو وارنتي ده مهم على فكره. طيب بقى عندي ايه؟ عندي ديون يعني ديتس، ديون يعني ديتس، ديون يعني ديتس، ديون يعني ديتس. انا عندي بعد كده لاسلكي وايرلس، انا عايز سماعه وايرلس يعني عايزها لاسلكيه. انا عندي بعد كده منتج يعني برودكت، برودكت يعني منتج. I will buy، انا هشتري a new product يعني منتج جديد. منها برودكشن انتاج على فكره، خلاص، ومنها برضو productivity يعني انتاجيه. productivity دي معناها انتاجيه، منها productive يعني منتج او مثمر، حاجات كتير بتشتق منها صراحه. طيب عندي فائده يعني benefit، وبنفت from بيجي معاها حرف الجر from، يستفيد من. يبقى انا عندي فائده او يستفيد يعني benefit، benefit يعني فائده كنون كاسم، ولكن بتيجي كverb معناها يستفيد، benefit from يستفيد من. طيب عندي تنوع يعني variety، تنوع، يبقى انا عندي variety يعني تنوع، انا عايز اعرف الفرايتي الموجود هنا في المطعم ده او في المحل ده، فده الفرايتي يعني التنوع. طيب بقى كده عندي ايه؟ عندي صفقات يعني ديلز، عايزين نسوي الديل دي مع بعض، عايزين نخلص الديل دي مع اهي صفقه. طيب انا عندي عروض ترويجيه يعني بروموشنز، يعني اعلانات لاشياء معينه لمنتجات معينه. طيب عندي صفقه يعني بارجن، يعني ايه؟ قال لي بص، هو اما يبقى حاجه سعرها مثلا 100 جنيه، فانت تلاقيها ب 50 جنيه، اتس ا بارجن، انها لا صفقه رابحه، هي دي الصفقه البارجن، هي دي بقى. طيب عندي ميزانيه عن البادجت، وبادجيتنج يعني موازنه، يبقى انا عندي البادجت، انا عايز اعرف الميزانيه بتاعتي اللي هصرف من خلالها، لو انا مثلا كذا فما اعرفش ازيد عن كذا، خلاص، فدي البادجت او البادجت الميزانيه بتاعت الشركه، خلاص، او البادجت بتاع ما اعرفش ايه، البادجيتنج يعني الموازنه. انا عندي بعد كده الرصيد يعني بالانس، هي بتيجي بمعنى توازن، ويوازن ورصيد، البالانس بتاعك في البنك يعني رصيد البنك، فلازم تعرف البالانس بتاعك يعني الرصيد بتاعك. وبتيجي كفيرب معنى يوازن، واسم كمان توازن. كونتاكتلس يعني بدون لمس، انا بحب ادفع يعني بحب طرق الدفع اللي هي الكونتاكتلس، طرق الدفع الكونتاكتلس اللي هي بدون لمس، دي اللي هي الطرق اللي بتدفع مثلا فيزا او بتدفع بابل باي مثلا، او الحاجات اللي هي ما فيش فيها عد فلوس، هي دي لمس. ما عدتش فلوس كده يبقى بدون لمس كونتاكتلس. دفعت بقى فودافون كاش، انستا باي، ايا كان بقى انت حر. تمام. بص يا حبي، بعد كده بيقول لي الكونفينينس، يعني راحه او سهوله او ملائمه، زود ملائمه يا ابني. convenience راحه اول حاجه، سهوله تاني حاجه، تالت حاجه ملائمه. طيب انا عندي هنا بطاقه خصم اللي هي الكريدت كارد، وعندي الديبيت كارد، والفرق ما بينهم ممكن يسالك عنه في الامتحان، الكريدت كارد والديبيت كارد. عندي فوري يعني انستنت، دي معناها فوري، انا عايز انستنت انسر، اجابه فوريه. طيب انا عندي بعد كده مالي يعني financial، financial problem يعني مشكله ماليه. طيب عندي interest charges يعني رسوم الفائده. عندي notification يعني اشعار، عندي سحب زائد عن الرصيد overdraft. في بطاقات، البطاقات دي بيكون ازاي بقى؟ ان انت مثلا معاك رصيد 1000 جنيه، فما تيجي تشتري لو انت زائد عن 1000 جنيه مش هينفع، لازم ال 1000 جنيه بس. ولكن في بطاقات تانية بتديك سحب من البنك سلف، فانت لو معاك 1000 جنيه وانت شاري حاجات ب 3000 جنيه، بتسحب ال 1000 جنيه اللي معاك، وبيكون في اوفر درافت سحب زائد من البنك 2000 جنيه. هو ده القصه. طيب عندي بعد كده سمارت تشويسز يعني اختيارات ذكيه.
عندي يتتبع يعني تراك، عندي يحدث يعني occur خلاص. عندي مشاهدات، تتفرج على المحلات بدون شراء ويندو شوبينج. عارف انا الناس دي هو نطلع النهارده ننهد في الناس، نطلع نعذب فيهم النهارده. احنا مش بتوع شراء، احنا بتوع مناهده بجد. عارف انت كان في فيلم ايه بجد؟ كان في فيلم هاني رمزي كده، وكان بورسعيدي تقريبا، ابو العربي. فيا ابو العربي، شراء ولا منهده يا ابو العربي؟ هو ده، فشراء ولا منهده؟ ده بقى بتاع المنهده اللي هو الويندو شوبينج. يتفرج بدون ما يشتري خلاص. ابو العربي. عندي بعد كده البورسعيديه يا جماعه ناس جدعان جدا، يعني انا بحب بورسعيد اصلا. البورسعيديه ناس جدعان جدا على فكره يعني، عشان ما تفكروش حاجه، والله انا بحب بورسعيد وبروح على فكره. هنا بيقول لي اول جمله ايه؟ بيقول لي students طلاب check بيفحصوا their daily A to organize their classes، عشان ينظموا كده ويرتبوا الحصص بتاعتهم. فبيشوفوا ايه؟ السكيدجول، بيشوفوا الجدول. اكيد مش ستور يعني متجر، ومش المنيو، ومش الليست معناها قائمه. المنيو هو في المطعم. طيب اونلاين شوبرز مالهم؟ can track their recent easily through the app. المتسوقين على الانترنت ممكن ان هم يتبعوا ايه الحالي بسهوله عبر التطبيق. هبص عندي هل subjects مواد؟ لا. sales خصومات؟ لا. طب purchases يعني تاني، طب هل purchase المشتريات بتاعتهم بسهوله عبر التطبيق، زي مثلا بنطلب على طلبات. طب بتتتبع الاوردر. طيب قال لي citizens المواطنين are required مطلوب منهم ان هم pay يدفعوا every year كل سنه according to طبقا ل their income الدخل بتاعهم. بيدفعوا ايه؟ هل rents الايجارات؟ بتدفع الايجار طبقا للدخل بتاعك؟ لا، انا بدفع حاجه اسمها taxes ضرائب طبقا للدخل بتاعك. bills يعني فواتير يا ابني يا ابني. طيب هنا بيقول لي مريم searched، مريم بحثت for the best عن افضل ايه of laptops اونلاين على الانترنت before making her final decision. هي مريم بحثت عن افضل ايه لللابتوب على الانترنت قبل ما تاخد القرار النهائي. يبقى يا مستر هل الغاءات؟ لا. افضل صفقات ديلز صح، مش طرق دفع حضرتك، طرق دفع لا. خلاص يبقى افضل ايه؟ صفقات. فنشوف كده قبل ما تشتري. طيب all the members كل الافراد received استقبلوا ان ايميل، جالهم ايميل about the عن of the meeting عن الاجتماع due to bad weather طبقا ليه او بسبب الطقس السيء. يبقى ايه اللي حصل الاجتماع عشان في طقس سيء؟ اكيد بدون ما ابص cancellation الغاء. يبقى يا باشا اهو arrangement ترتيب لا، discussion مناقشه لا، improvement تحسين او تطوير لا. قال لي customers الزبائن العملاء should read ينبغي ان هم يقراوا reviews مقالات نقديه before قبل ان buying ما يشتروا اي to make informed decision عشان يعملوا قرارات فعلا صحيحه. يبقى يقراوا ايه؟ هبص عند هل ماركت سوق، هل بروموشن ترقيه، هل تip نصيحه، هل برودكت منتج. يا مستر الزبائن ينبغي ان هم يقراوا مقالات نقديه قبل شراء اي برودكت منتج. طب تب دي معناها نصيحه خلاص. وعندي في تبس برضو بقشيش، خد بالك ما تنساش ابدا. ذا كافيه، الكافيه يا جماعه بروفايدز بيمد بيه انترنت كونكشن تو ذا كاستمرز، اتصال بالانترنت للزباين. سو ذي فمن هنا كان اكسس يقدروا ان هم يخشوا الانترنت ده فريلي يعني ببلاش. فهنا ايه؟ هل الكترونيك انترنت يعني انترنت الكتروني، ولا سنجل فردي او غير مرتبط، ولا وايرلس وايرلس لاسلكي اكيد يعني. طيب امبلس اندفاعي طيب بعد كده بيقول لي the store offers المتجر هنا بيعرض 5-year A on its products على منتجاته which makes it the best choice واللي بيخليه افضل اختيار ايه اختراع دي. ف5 سنين warranty يعني ايه؟ يعني ضمان يا حبي 5 سنين، مش اوفر عرض. طب عندي refund يعني استرداد الاموال؟ لا. طب عندي جيفت يعني هديه؟ قلنا يا عم لا بقى خلاص. هنا بيقول لي accidents يعني الحوادث كان من الممكن if drivers لو السائقين don't follow ما بيتبعوش الترافيك رولز قواعد المرور carefully يعني بحرص. فالحوادث هنا ممكن ايه؟ قال لي occur يحدث. الحوادث ممكن تحصل لو السائقين ما بيتبعوش قواعد المرور بحرص. prevent يعني يمنع solve يعني يحل fall يعني يفشل. The supermarket offers السوبر ماركت بيعرض a wide of fresh fruits. والسوبر ماركت بيعرض ايه؟ متسع ايه من الفاكهه الطازه والفيجيتابلز والخضروات يوميا. يبقى تشويس اختيار لا، فرايتي تنوع من الخضار والفاكهه صح، تنوع يا حب. خلاص ستاف يعني طاقم العاملين العاملين سيلكشن لا. one of the main واحده من المين ايه
of للاونلاين ليرنينج للتعلم على الانترنت is studying from home ان انت تذاكر في البيت that saves much time واللي بيوفر وقت كتير. يبقى واحده من المين بينيفيتس من الفوائد الاساسيه، اكيد مش disadvantage يعني عيب، دي معناها يبقى يا جماعه جمع amounts كميات limits يعني حدود طيب خد بالك ما ينفعش تنسى الديبت كارد والكريدت كارد. الديبت كارد خصم مباشر، كريدت كارد دي بطاقه ائتمانيه يعني بتسحب ويبقى عليك فلوس للبنك عادي. طب درينكينج ووتر اوفرز ما تنساهاش، شرب الميه بتعرض ريفرشمنت او بتديك ريفرشمنت انتعاش اثناء هوت سمر دايز ايام الحر. فهنا ايه؟ بتديك انتعاش فوري انستنت. ها طيب الليميتد محدود لا فليكسبل دي معناها مرن، مهم قوي على فكره. قال لي ذا نيو اب يعني التطبيق الجديد اوفر بيعرض بيديك ايه ان واي طريقه ايه تو اوردر انت تطلب طلبات البقاله وبي تدفع وداوت بدون ما ليفنج هوم ما تمشي من البيت. سبحان الله. يبقى يا باشا بيديك هنا اكزايتد ولا كونفينينت طريقه مريحه. طريقه مريحه على فكره. ما انا عندي كونفينينس فوق كان معناها راحه، كونفينينت هنا يعني مريحه او ملائمه، بتيجي معنى ملائم برضو اكتر كمان. اكزايتد متحمس، ايه اللي جاب متحمس هنا؟ طيب غير ملائم لا، سلو بطيء لا. يو شود اولويز انت ينبغي انت دايما تشيك يور اكونت، بتفحص يور اكونت ايه بيفور قبل ميكينج ما تعمل اني اونلاين بيرتشيس، قبل ما تعمل اي عمليه شراء على الانترنت. فانت هتفحص ايه؟ البالانس، الرصيد بتاعك بتاع الحساب يا حبيبي، لسه قايل لك فوق. ادريس يعني خطاب او عنوان، بيل يعني فاتوره، وفي يعني رسوم. When I traveled abroad لما انا سافرت بالخارج I asked my father انا سالت ابي to pay off all my، خد بالك pay off يعني يسدد، دي معناها يسدد. انا طلبت من ابويا ان هو يسدد all my debt كل الديون بتاعتي as I had financial problems لان عندي مشاكل ماليه. فهنا debt يعني ايه؟ يعني دين. issues يعني مشاكل. rewards مكافآت. قال لي هنا اسمه of coffee spilled، اسمه الايه من القهوه وقع على الكاربت يعني على السجاده. سو لذلك مام شاوتد ات مي، الام زعقت لي. فبص عندي يا مستر، يبقى سمول كواليتي جوده قليله من القهوه، ولا برسنتج يعني نسبه، ولا اماونت كميه؟ يبقى كميه، ده بورشن يعني جزء. كميه قليله من القهوه وقعت على السجاده فامي زعقت لي. زعقت لك بس؟ طيب she made several، هي عملت العديد من الايه at the online store yesterday. ابص عندي يبقى العديد من البيرتشيس يعني العديد من عمليات الشراء. خلاص دي معناها ايه؟ مرونه. ها دي معناها ايه؟ ضمان. ها دي لاسلكي. ميني ستورز العديد من المتاجر اوفر بتعرض ذات كان هيلب واللي بتساعدك سيف ماني توفر فلوس في عمليات الشراء. فالعديد من المتاجر بتعمل ايه؟ يا مستر يا مستر يا مستر كابونز. تاني يا مستر يا مستر كيبونز يعني كوبونات. خلاص عمليات الغاء لا، ضرائب لا. always دائما remember افتكر ده principle مبدأ of when deciding لما تقرر what to buy. لما تيجي تشتري افتكر مبدأ ايه؟ quantity over quality يعني العدد عن الجودة غلط، quality over quantity الجودة عن العدد أو الكمية صح. طيب بعد كده بيقول لي before buying قبل شراء a product منتج check its، افحص ايه to make sure لكي تتأكد will last ان هو يستمر long time. قبل ما تشتري حاجة أو قبل ما تشتري منتج، ده الحاج بينصحك بقى لازم يا ابني تتأكد من durability اللي معناها المرونة، تتاكد من المرونه بتاعته قبل ما تشتريه، شوف هيعرف يعيش معاك ولا لا. ديسكاونت يعني ايه؟ خصم. طيب بص يا حبيبي بعد كده انا عندي يضبط ده 11 يضبط او يعدل ادجاست، مهمه جدا 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 جدا. يبقى انا عندي بعدل حاجه ادجاست. لو تفتكر عندي حاجه اسمها يبدل يعني التر، مهمه برضو. ممر يعني ايل، انا جبت السكر من الايل اللي هناك ده، الممر اللي هناك ده. طيب عندي بعد كده وعاء يعني بول، بس الوعاء الغويط بتاع الشوربه بتاع السلطه كده بول. عندي الكرفس سيلري، كرفس بقدونس وكرفس ده السيلري. راحه يعني كومفورت، وايز برضو يعني راحه. صلصه او يغمس يعني دب، بتيجي بمعنى يغمس او غموس. بقول لك ايه، انت الدب العيش في الصلصه فاهم، فالدب يغمس او غموس. صلصه مثلا صوص معين اي حاجه. وصفه طعام يعني ريسيبي. يعني ايه ريسيبي؟ وصفه الطعام دي عايز اعمل رز بلبن، فوصفه الطعام بتمشي هكذا فولو ذا ريسيبي، اتبع الوصفه. بتجيب 5 كيلو لبن، بتجيب 2 كيلو رز، بتجيب 5 كيلو سكر، بتجيب 20 كيلو مش عارف فول سوداني، بتجيب 20 كيلو زبيب، طلع رز بلبن. بص يا حبي عندي هنا التتبيله السيزونينج. هو احنا بنعمل ايه؟ دماغنا سوحتنا وهنشوي، فبنعمل ايه؟ بنجيب اللحمه، بنجيب الكفته، بنجيب الفراخ، بنجيب مش عارف ايه، حط في التتبيله، بنسيزن ات، بنتبلها. فدي حاجه اسمها سيزونينج يعني التتبيله. يجهز المائده ودي مهمه جدا. سيت ذا تيبل، بجهز المائده، باعد المائده. طيب سواب يعني يبدل برضو، ودي مهمه يا جماعه. عندي بعد كده التاكو، ودي اكله مكسيكيه، اكله مكسيكيه. عندي التورتيلا، ما بنشتريها عيش التورتيلا، نعمله بقى على الجريل كده ونحط فيه مش عارف ايه ويتعمل زي الكريب كده، انت عارفه عيش التورتيلا. ينتهي به الحال او ينتهي به المطاف
end up. كان عايز يشتري حاجه بس انتهى بيه المطاف ان اشترى مش عارف ايه، فهي دي end up، ينتهي بيه المطاف. يصوم يعني fast، بتيجي صفه بمعنى سريع، بس بتيجي يصوم يعني fast. انا عندي يتميز بيه، هي feature معناها ميزه كاسم، ويتميز بيه كفعل ويتكون من. تاني feature تيجي بمعنى ميزه كاسم، وبتيجي verb بمعنى يتميز بيه او يتكون من. طيب عندي fiery يعني حار جدا، الاكل حار جدا ناري. طيب عندي لحم الغنم اللي هو اللعم، ده الشيب ميت، لحم الاغنام. funeral يعني جنازه. قال لي امتنان او شكر gratitude، لازم تشو تظهر الجراتيتيود الامتنان او الشكر للناس. عندي منزل الصنع يعني هوم ميد. مقاس بص يا سيدي، حل واحد بيناسب الجميع، يعني one size fits all، دي معناها ان حاجه يونيفرسال، حاجه عالميه، هو one size fits all، حاجه واحده بتناسب الكل. نكهات يعني flavors. عندي حساسيه allergy. عندي غذائي dietary. عندي عجين يعني ضف العجين يا باشا، ميه ودقيق واعجن، هو ده العجين الضف. خلاص. عندي حشو يعني فيلينج، تشيز فيلينج يعني حشو جبنه. عندي يشبه ريسمبل، دي معناها لوك لايك يعني يشبه حد، يشبه ابوه، يشبه ايا كان. سلارب دي معناها ايه؟ يرتشف بس بصوت. شفت لما تيجي تشرب الشوربه عادي يا معفن وتقول عامل لنا صوت ومكرهنا في حياتنا، هو ده سلارب. خلاص. تقليد يعني تراديشن، مش بنقلد، لا تقاليد، عادات وتقاليد هي دي. طيب بخار ستيم، وستيم كمان بيطهو على البخار. تفتكر في حاجه اسمها سيمر. بص يا حبي، قال لي هنا ذا سوبر ماركتس لونج ايه was crowded، كان مزدحم with people، وفي ناس كتير جدا بتبحث عن فريش فيجيتابلز، خضروات طازجه. يبقى الايل، الممر الطويل بتاع السوبر ماركت كان مزدحم، في ناس عماله تدور، في خضار هنا، في خضار هنا، وهكذا. فليفر يعني نكهه. روف يعني سطح، لاين يعني سطر بقى وكده. when I start cooking، لما ببدا طبخ. I call my mom، بكلم امي to tell me، انها تقول لي the steps or the خطوات الريسبي الوصفه. هبدا طبخ كده كده، يا حاج عايز اطبخ كذا، فبتقول لي وصفات الطبخ. فيتشر يعني قلنا ايه؟ ميزه ويتكون من ويتميز بيه، مش منيو بتاع المطعم، ولا كونديشن يعني شرط او ظرف. قال لي the traditional dinner، العشاء التقليدي included اشتمل على roasted، ايه متحمص يا جماعه او مشوي، served بيتقدم مع الجارليك التوم والروستد فيجيتابلز والخضروات المحمصه. فهبص عندي هل زبادي يا جماعه خلاص، ولا اللام اكيد مش معزه مشويه، هو لحم مشوي ماشي بيتقدم مع توم وبتاع والقصه دي. طب هل الزعفران؟ اكيد لا. قال لي different species، يعني بيقول لي هنا يا سيدي ان التوابل المختلفه كانت تشينج، التوابل المختلفه ممكن تغير ذا اوف اميو ايه في الوجبه كومبليتلي كليا. هتغير الشيب الشكل؟ اكيد لا. هتغير التمبريتشر درجه الحراره؟ اكيد لا. الفليفر النكهه صح، مش الريسبي الوصف. قال لي بعد كده اتس اكاستم، عاده يا جماعه، تقليد يا جماعه، ذات ميني بيبل، ان العديد من الاشخاص يلبسوا بلاك كلوثس، ملابس سوداء، وين اتندنج، لما يحضروا ايه؟ لما يحضروا حاجه اسمها فيونرال. طالما ملابس سوداء يبقى عزا، يبقى جنازه، يبقى فيونرال، مش مرسم ولا ماتش مباراه ولا تراديشن يعني تقليد. قال لي ذا باي هاز ا ديليشس، الفطيره فيها ايه؟ لذيذ يا جماعه. خلاص. ميد اوف معمول من التشيز الجبنه والفيجيتابلز والخضروات، يبقى الفطيره فيها ديليشس فيلينج، فيها حشو معمول من الجبنه والخضار بس. الله اكبر، منر يعني طريقه، تراديشن يعني تقليد، ماشي، ضف يعني عجين، فاهم ازاي؟ قال لي loud noises، الضوضاء العالية at the table عن المنضدة are considered تعتبر rude، وقاحة in some cultures في بعض الثقافات. بص عن لو السلاربنج، الرشفة العالية دي، صوتها عالي دي وضوضاء وتزعجنا، فدي في بعض الثقافات يا حبيبي بتعتبر وقاحه، افهم بقى، وقله ادب، اللي هي فاهم انت بالشوربه دي بتعملها بالشوربه. قال لي ليتس هنا سيتس، اما تيجي بقول لك ايه، ليتس دي اقتراح اصلا، ما تيجي المقاعد سو يو كان سي ذا سكرين بيتر، فانت تقدر تشوف الشاشه افضل. هنا سواب نستبدل، ما يلا بينا نستبدل المقاعد. خلاص. باكابوليشي هي البسكويت انتو تي، هي بتجيب البسكويت تقوم حاطه في الشاي before eating them، قبل ما تاكلهم، فهي هنا بتغمس. عارف انت، احنا بنقول عليها كلمه تانية بس مش هقولها. قال لي دبس، هي بتدبس يعني بتغمس البسكوت في الشاي قبل ما تاكله. طيب بعد كده ستير يعني يقلب، اكيد مش هتقلب البسكوت في الشاي الا بقى انت بتدوبيه بقى فعلا. خلاص. دي قلب بقى، اكيد مش هتوقع. ماي انكل اولويز، دائما عمي دائما، ذا ميرور المرايه، بيفور درايفنج هيز كار، قبل ما يسوق العربيه بتاعته. فعمي دايما بيعمل ايه في المرايه قبل ما يسوق؟ فهو بيعدل حبيبي، بيادجست المرايه كده، يجيبها كده وينزل كده ويطلع كده شايف كويس، وهنا اظبط المرايه اللي هناك برده كده، والمرايه اللي فوق مظبطها كده. احنا بنادجست بنعدل يعني، مش بندهن المرايه ولا بنكسر. كان عمك بقى بيكسر المرايه قبل ما يطلع، ده موضوع تاني، فاهم؟ واحد يجي يعترض بقى يقول لك طب انا عمي بيكسر المرايه قبل ما يطلع بقى، مش بيتني برضه. بعد كده بيقول لي ده صلصه، الصلصه والسو كانت ايه جدا، ذات ماي ماوث يا راجل، لدرجه ان بقي يا راجل فيلت لايك، حس ان كانه اون فاير، يعني في نار حاصله جوه. يبقى فاري كانت حاره جدا، مولعه. سوفت ناعم يا عم، سويت حلو يا عم، نايس لطيف يا عم، لا يا عم، بول اوف وارم سوب، يعني في طبق كده من الشوربه الدافيه. خلاص. كان برينج جريت، ممكن يجيب ايه عظيم
كلمتين كده when you are feeling sick لما انت تبقى مريض، فيديك great comfort، راحه عظيمه. لذلك الشخص التعبان يقول لك لا انت لازم تاكل بقى وتشرب شوربه. فهي دي comfort، راحه. ده خطر. pain يعني الم. noise يعني ايه؟ ضوضاء. قال لي paella from Spain rice cooked with saffron، يعني هو رز يا جماعه معمول مع الزعفران والخضار والسي فود ويكون طبعا في سي فود او تشيكن. طب ابص عندي، هو طبخه من اسبانيا، يبقى فيتشرز تتكون من ايه؟ قال لك رز يا سيدي مطبوخ ومع زعفران وخضار، ممكن يحط فراخ بقى ويحط ايه سي فود عادي براحتك، اكيد مش بتدمر يعني، ولا سبويل يعني يفسد. طيب يشهد انت ينبغي انت تضيف some ايه بعض من الايه تو انهانس لكي تحسن من التيست المذاق اوف يور فود بتاع الطعام بتاعك. يبقى هتضيف ايه؟ اي الممر ولا سيزونينج تتبيله؟ تضيف تتبيله عشان تحسن الطعم شويه. طيب بعد كده بيقول لي فيفور، دي معناها معروف يا حبيبي، كومفورت راحه يا حبيبي. طب بص صب الشوربه في لارج ايه بيفور سيرفنج، قبل ما تقدمها. لارج بول في الطبق الغويط قبل ما تقدم. بليت ده طبق عادي خلاص، شيب يعني سفينه، فاهم؟ ده غموس ويغمس. طب يلا بينا على اخر يونت. بقول ايه؟ يحاذي يعني الاين، يعني حازي لي الكراسي دي جنب بعض، حازي لي الكتب دي جنب بعض، حازي لي جنب بعض، فدي الاين اسمها align. طب انا عندي هنا نقوش، قال لي carving. طيب قال لي كامل يعني entire يعني هو، دي كامل. يطفو يعني فلوت، عكسها سنك بيخرق. بيخرق ايه؟ بيخرق، هتخرق يا احمد. فقال لي سنك يعني يغرق. عندي جلوينج يعني متوهج ومشع. طيب بص، هافورن دي معناها ايه؟ معناها متآكل جزئيا. في مكان يا جماعه جنب البحر مثلا او جنب الشط، فمن كتر ما الميه عماله تيجي فهو بقى متآكل جزئيا، او مكان قديم اثري فمن كتر الرياح ومن كتر العوامل الجويه فبقى متآكل جزئيا. تستخدم بمعنى ومستخدم جزئيا برضه. طيب لاند ماركس معالم بارزه ومعالم هامه في الدوله، يعني احنا عندنا مثلا الاهرامات لاند مارك، معلم بارز. برج القاهره معلم بارز، هي دي المعالم البارزه. قال لي عندك طقوس دي اللي هي ريتشولز، الطقوس اللي بتتعمل زي الصلاه، فهي طقوس دينيه وهكذا. قال لي ستانينج يعني رائع. خلاص يتمدد يعني ستريتش. قال لي حضر يعني urban يعني حاجه في المدينه، عكسها رورال يعني قروي ماشي. بقى عندي خيالي فيجنري، يهمس ويسبر دليل ايفيدنس، تاريخي يعني هيستوريك. عندي عداؤون جوجرز يعني بيجروا، مش عدو لا بيجري يعني بيحب يجري. خلاص الميورالز الرسوم الجداريه، اما يكون في حيطه ومرسوم عليها دي اسمها ميورال، رسم جداري. طيب عندي يحدد السرعه. بيس دي معناها وتيره او سرعه. بص البيس في المدن، الوتيره الحياه في المدن اسرع بكتير جدا من الريف، فهذه الوتيره البيس. طيب قال لي بيسفول يعني مسالم هادئ. الله، المكان هنا يا جماعه بيسفول مسالم وجميل. قال لي احتمال possibility امكانيه. لحن يعني تيون، التيون بتاع الاغنيه. بائعون يعني فيندرز، بس دول مش اي بائعون يا صاحبي، دول بائعون متجولون في الشوارع يعني. ذا تيتشر المدرس اسكد سال ذا ستودنتس الطلاب تو ان هم their chairs الكراسي بتاعتهم بالظبط بالترتيب before قبل التجمع. يبقى ان هم الاين يحازوا الكراسي. يعني محتاجه ستيك يعني يلزق، اكسباند يعني يمدد ده، وستريتش يمدد برضه. religious ايه؟ دي معناها دين يا حبي، دي ديني. خلاص. قال لي يا سيدي ان ايه ديني بيساعد الناس ان هم يحسوا ان هم كونكتد متصلين ب their beliefs المعتقدات بتاعتهم اثناء السبيشال ايفنتس الاحداث الخاصه. فبص عندي ايه الديني؟ ريتشوالز الطقوس الدينيه محتاجه. دي معناها ايه؟ معناها مقابر. ها. كونفليكس يعني سرعات. ها. كومبانيز يعني شركات. ده سانسيت، على الرغم ان انا طالع عيني وعلى الرغم ان انا مطبق وعلى الرغم ان انا بصور بقالي داخل في ال10 ساعات، ولكن يا جماعه وربي انا راضي وانا شغال عشان بحبك. The sunset غروب الشمس over the desert على الصحراء was absolutely كان ايه كليا with amazing color مع لون مدهش. فيا جماعه غروب الشمس على الصحراء كان stunning مدهش جدا. خلاص ما هم بيقولوا لي لون مدهش يبقى كان مدهش، لان ordinary معناها عادي، ضل يعني تافه، مش تافه بس بتيجي كمان بمعنى ممل. خلاص ستريت يعني مستقيم. لا اماني لين دي كلوزر، اماني اتكئت. لين يعني اتكئ يعني يركن كده على البلكونه، فاهم الركنه بتاعت البلكونه دي. فهي لين دي اتكئت بالقرب من ذا سيكريت سو نو وان ايلس، فمحدش اخر ان ذا روم في الغرفه يقدر يسمع. فقربت كده عشان تويسبر تهمس فمحدش يسمع. ويسبر يعني ايه؟ يهمس. سينك يعني يغرق. خلاص announce يعني يعلن. The lady enjoyed السيدة استمتعت بتمشية كده in the park في الحديقة الايه to relax كانت تسترخي after a stressful day بعد يوم ضاغط نفسيا. فالسيدة هنا استمتعت بتمشية فيه. هل الحديقة المتوترة ولا البيسفول الهادية؟ عايزة تسترخي فعايزة حديقة هادية يبقى peaceful. طيب أكيد مش مزدحمة يعني.
while having اثناء تناول my coffee القهوه بتاعتي on the balcony في البلكونه. I saw انا شفت some a running on the street شفت بعض الايه اللي بيجروا في الشارع. خلاص يبقى ده جوجرز العداؤون. تيتشرز اكيد مش مدرسين مش هيجروا في الشارع يا حضرتك يعني. الا والله باللي احنا بنشوفه ده فهنجري بقى ابقى في كل المعمعه دي ويطلع لي امتحان شهر ابريل. ليه يا ناس؟ ليه انا عملت فيكم ايه؟ ده انا اقسم بالله ضغطنا نفسنا وطحن. يلا نخلص المنهج لرجاله اولى وثانيه عشان الامتحانات قربت عشان نلحق المراجعه النهائيه نعمل لهم مراجعه محترمه تنقلهم في حته ثانيه. يلا نضغط ندوس وسط ما انا عامل مراجعات نهائيه ثالثه حاجه جامده جدا. والله ندوس نعمل لهم مراجعات نهائيه حاجه جامده جدا لرجاله اولى وثانيه. ففي وسط كل ده يطلع لي مراجعه شهر ابريل ليه؟ طيب بص يا عمنا قال لي خد بالك سيلر يعني بحار ماشي. العلماء ديسكاسد العلماء ناقشوا هنا ذا اوف لايف. العلماء هنا ناقشوا ديسكاسد ناقشوا ذا اوف لايف اكزيستنج اون الموجوده على distant planets على الكواكب البعيده. فهم العلماء ناقشوا the possibility امكانيه الحياه الموجوده على كواكب بعيده. حبيبي كوز يعني ايه؟ ها سبب وبتيجي بمعنى ايه؟ يسبب كفيرب. ريزن يعني ايه؟ سبب وبتيجي بمعنى ايه؟ يتبل. قال لي some in Egypt بعض الايه في مصر are so remarkable هم بارزين جدا that travelers لدرجه ان المسافرين بيخططوا entire trips around بيخططوا رحلات كامله حواليها. فبيتكلم كده على ماركس بعض المعالم البارزه. السياح بيجوا عاملين خطط عليها على المعالم البارزه يعني. طيب خد بالك ترام يعني ايه؟ حاصر ماشي. سبيكر السماعه ومتحدث. restrictions يعني قيود. in Luxor في الأقصر. هنا in Luxor في الأقصر the temple of كارنك يعني معبد الكرنك proudly بفخر under the sun تحت الشمس. فبص عندي في الأقصر معبد الكرنك هل بلند يعني يمزج ولا ستريتش يمتد؟ يمتد. كلود يعني يشمل. خد بالك انا عندي بعد كده ان اسوان في اسوان ايه بقى؟ قال لي المعبد ده سيمز تو معبد فيلة بيبدو ان هو ايه اون ذا نايل. في اسوان معبد فيلة ده بيبدو ان هو ايه على نهر النيل. يتحرك على نهر النيل لا. طب ان هو فلوت يطفو على نهر النيل معبد فيلة بيبدو كانه يطفو على نهر النيل. كونسنتريت يعني يركز. خلاص كونسنتريت اصلا بيجي معاها اون. فوكس يعني يركز برضه بيجي معاها اون برضه. قال لي هنا ذا كوست لاين الخط الساحلي انسان از ان بيرفكت وبيرفكت مثالي فور سلو ووكس للمشي البطيء. يبقى بص عندي يا مستر هو ستاننج مدهش. اصل فلوت يطفو ما تجيش بعد فعل يا جماعه. موف يتحرك ما تجيش بعد فعل. فوكس يركز ما تجيش بعد فعل. لونج اجو من زمان. بيبل الناس بيرفورمد ادوا سبيشال ايه ات ذا تمبل في المعبد. فبص عندي هل ريتشوالز طقوس طقوس في المعبد طالما معبد يبقى طقوس. طيب شي سبوك هي اتكلمت هنا كوايت بايه هادي سون وان محدش خالص اخر كود هير يقدر يسمع. فهي اتكلمت هنا كوايت. هل شاوت يعني يصيح اصلا. طب لاف يعني يضحك لا. كراي يعني يبكي لا. ويسبر بهمس كده بسيط كده عشان ما حدش يسمع. خلاص ويسبر يعني يهمس او ايه او همس. قال لي لايف ان ايه اور ان الحياه في ايه اريا في المنطقه الايه مينز بتعني مور ترانسبورتيشن نقل اكتر ونويز ضوضاء. يبقى الحياه في الايه. بص عندنا مستر الحياه معناها ان في نقل اكتر وضوضاء اكتر. يبقى هل هنا في المناطق الزراعيه اجريكالتشرال يعني زراعي؟ لا. طب تراديشنال تقليدي؟ لا هو دي متكرره. طب عندي كيورد يعني معالج. في هنا حاجه غلط. المفروض هنا انها تبقى urban يعني حضري اللي احنا قايلينها فوق. هنا بيقول لي ذا بيلدرز البناة دول must have been اكيد كانوا ايه to create such ان هم يعملوا مثل هذه التحفه الرائعه الضخمه. يبقى كانوا ايه؟ هل سيلي سخيف؟ طب هل ستيوبد غبي؟ ولا فيجوال يعني رؤيه او بصري؟ ولا فيجنري يعني صاحب رؤيه؟ كده حلو قوي ككلمات. شكرا. انا بقول لك اهو شكرا. خلاص قفلنا على كده كلمات يا جماعه. الحمد لله كده ضن تحفه التحفه زي الفل زي الفل. اللي عندي بعد كده عندي الجرامر. ركز قوي في الافكار اللي هنحلها عشان خاطري معلش استحملني. هنا بيقول ايه؟ ركز عشان خاطري. هنا بيقول I'm sure انا متاكد ان انت your time وقتك if you go to the party tonight لو انت رحت الحفله الليله دي يبقى انت هتستمتع بوقتك ولا are going. بصوا حبي هنا I am sure انا متاكد. sure اصلا من علامات will. خلاص وكمان انا عندي اف هنا حاله اولى اف ومضارع بسيط يبقى هنا فاعل ويل والمصدر ويل انجوي. جبتها منين؟ جبتها اول حاجه من ان انا عندي شور من علامات ويل دي اول حاجه. تاني حاجه انا عندي هنا دي حالات اف ودي حاله اف الاولى اف ومضارع هنا فاعل ويل والمصدر مش are going to ولا enjoy مضارع بسيط ولا مضارع مستمر. طب هنا look at those black clouds بص على السحب السوداء اللي فوق دي it rain very soon ده الدنيا هتمطر. انا هنا تنبؤ باستخدام دليل. بص السحب عامله ازاي الدنيا هتمطر. تنبؤ باستخدام دليل. تنبؤ باستخدام دليل يبقى فاعل ام از ار جوينج تو والمصدر ده الفاعل. خلاص ودي از ودي جوينج تو والمصدر اهو بي مش ويل. ليه؟ تنبؤ باستخدام دليل مش رينز مضارع بسيط ولا مضارع مستمر. ذا فاينل اكزام الاختبار النهائي الساعه 9 الحد الجاي طبقا للسكيدجول طبقا للجدول. مواعيد زمنيه ثابته في المستقبل. مضارع بسيط. مضارع بسيط مع الفاعل المفرد بحط حته اس صغنونه قمر قمر قمر.
مش مضارع مستمر يا حبيبي بتاع الترتيبات، مش مستقبل بسيط، مش going to. طيب we to London tomorrow، احنا مسافرين يا جماعه لندن بكره، احنا حجزنا بالفعل التذاكر، دي اسمها ترتيبات مسبقه، وحجزت التذاكر خلاص ومرتب اني مسافر بكره، يبقى مضارع مستمر للتعبير عن الترتيبات المسبقه. مضارع مستمر تكوينه فاعل am is are verb ing، يبقى خدت عندي we are flying، مش مضارع بسيط، مش will والمصدر، مستقبل بسيط، مش going to. I the door for you، انا الباب ليك يا حبيبي. you look busy with those bags، انت شكلك كده مشغول مع الشنط، انا هفتح لك الباب. اسمه ايه؟ اسمه عرض مساعده. طب عرض المساعده ده انا بستخدم معاه ايه؟ فاعل will والمصدر، ده الفاعل عندي ودي will وده المصدر. شكرا. بعد كده بقول لي hurry up يعني اسرع. the train in 5 minutes، اسرع القطر هيمشي في خلال 5 دقائق. هل ينفع انت تخليه يمشي في خلال 10 دقائق او اقل، يعني مثلا 3 دقائق او دقيقتين او القصه دي؟ لا. يبقى معنى القصه دي ان دي مواعيد زمنيه ثابته، فانا بستخدم فيها مضارع بسيط. مضارع بسيط مع المفرد بحط اس. شكرا، السلام عليكم. بعد كده I to improve، أنا لكي أحسن my English. So I have decided to join a course، لذلك أنا قررت أنضم الكورس. أنا عايز أحسن من الإنجليش بتاعي، فلذلك قررت أنضم الكورس. طب going to ما بيجيش معاها أصلا am is are. I am to improve يعني إيه؟ I'm going to improve هنا نية أو خطة، فخدت عندي I'm going to، ما ينفعش will، وأصلا will ما بيجيش بعدها to. as soon as ده رابط يا حبيبي. الجملة الثانية future، طالما عندي رابط ومستقبل يبقى هنا عندي يا إما مضارع بسيط يا إما مضارع تام. مضارع بسيط مع I يبقى مصدر، هل مصدر موجود؟ مضارع تام مع I يبقى have وتصريف ثالث. شكرا. بس ببساطه قال لي be careful، خليك حريص. you that base، انت هتوقع الفازه دي. يبقى هنا بينبهني من اشياء على وشك الحدوث، وطالما بينبهني من اشياء على وشك الحدوث فبستخدم عندي فاعل am is are going to مصدر، ده الفاعل ودي are ودي going to ودي مصدر. خد بالك هتوقع الفازه، مش مضارع بسيط، مش مضارع تام، مش مستقبل بسيط، لان دي بحذرك من شيء على وشك الحدوث، تنبيه من اشياء على وشك الحدوث. بعد كده بقول لي I carry this heavy bag for you، انا هحمل هذه الحقيبه الثقيله من اجلك. طب هتبقى عندي will ولا shall ولا do ولا am؟ بص حبي، انا عندي shall بستخدمها في تقديم الاقتراحات والمساعدات، لتقديم العروض والاقتراحات انا بستخدم عندي shall. جميله جدا، وخد بالك من الفكره دي قوي. طيب بعد كده بيقول لي ساره promised that، ساره وعدت ان هي لتجين مش هتتاخر تاني. طيب بص حبي، وانت بتقرا كده معلش بعد اذنك يعني ركز شويه واعرف ان دي الجمله دي غير مباشر، فعل القول ماضي، فمعنى القصه دي ان هي كانت فوق مضارع تم تحويلها الى درجه ابعد في الماضي. طب هنا هي ساره وعدت، يبقى معنى القصه ان دي اصلا في المباشر كانت وعد، والوعد بستخدم فيه will والمصدر، ده في المباشر. طب المباشر لما احوله الى غير مباشر will والمصدر بتتحول الى would والمصدر، فمش هختار عندي هنا won't be، لان في ناس ممكن تقول لك ايه يبقى won't be عشان ده وعد. لا يا حبي، دي غير مباشر، وفي غير المباشر انا بعمل ايه؟ بحول won't الى wasn't. don't worry، ما تقلقش. you the money you need، ما تقلقش انا هسلفك الفلوس اللي انت محتاجها. اسمها ايه؟ اسمها عرض مساعده يا حبي، وفي عرض المساعده انا بستخدم عندي will، يبقى will lend. the plane، الطائره off at 10 p.m. tomorrow، الطياره هتقلع الساعه 10 بكره. دي اسمها مواعيد زمنيه ثابته في المستقبل، ما ينفعش خليها 11، ما ينفعش خليها 9. مواعيد زمنيه ثابته في المستقبل بستخدم مضارع بسيط. والله مضارع بسيط يعني ايه؟ فاعل ومصدر، او فاعل والفعل في ايه؟ في اس. خدت عندي takes، مفرد حط اس يا باشا. I can't meet you tomorrow، مش هقدر اقابلك بكره بقى، سامحني يا جارحني. because I my doctor at 5 p.m، لان هقابل الطبيب بتاعي، او هزور الطبيب، او هروح للطبيب الساعه 5. طيب قلنا دي اسمها ايه؟ دي اسمها تبريرات، ومع اعطاء المبررات انا بستخدم حاجه من الاثنين، يا مضارع مستمر يا مستقبل مستمر. هل عندي هنا مستقبل مستمر؟ لا. طب عندي مضارع مستمر، فاعل am is are verb ing. I'm seeing، واحد يجي يقول لي يا مستر بس سي ما تجيش مستمر، لا بتيجي كما يكون معناها يقابل، تقلقش. I have made up my mind، دي من علامات ايه يا حبي؟ ما هي decide decision make up his mind، دي من علامات going to. انا اتخذت قراري، دي من علامات going to. ساعة ما اشوفها اختار going to. I'm going to buy a new laptop، انا هشتري لابتوب جديد. بس the minister the new school tomorrow morning، طيب هو هيزور المدرسة الجديدة بكرة الصبح according to the official plan، طبقا للخطة الرسمية. يبقى معنى الكلام ان المواعيد دي مواعيد زمنية ثابتة، وطالما مواعيد زمنية ثابتة يبقى انا بستخدم مضارع بسيط. مضارع بسيط يبقى مفرد ياخد ايه؟ اس. انا عندي زباوت دي معناها على وشك، خد بالك. اس تو معناها يجب. my sister married، اختي هتتجوز next Thursday. everything arranged، كل حاجه مترتبه. طيب بما ان كل حاجه مترتبه فيا حبي يا قلبي
انا بستخدم ايه مع arranged مع arrangements؟ انا بستخدم مضارع مستمر للتعبير عن الترتيبات المستقبليه. مضارع مستمر فاعل ياخد ام از ار، فيرب ان جي ده مفرد ياخد از وفيرب ان جي. وتنتظر I you carry those heavy bags، انا هساعدك في حمل مثل هذه الحقائب الثقيله. طب ده ايه؟ عرض مساعده. عرض مساعده بستخدم ايه؟ will ومصدر. شكرا. مش مضارع مستمر، مش مضارع بسيط، مش going to. what you to do during the summer holiday. بسألك هو انت مخطط تعمل ايه اثناء عطلة الصيف؟ طب معلش يعني هل هتبقى are you going to do؟ ما طالما نية او خطة فانا بستخدم going to فعلا. طب هي تكوينها ايه في الجملة؟ فاعل am is are وبعدين going to مصدر. طب انا عايز اعمل سؤال، خلاص عشان اعمل سؤال فانا بعمل مقص كده، فيبقى عندي am is are وانا فعلا هجيب are هيت، وبعدين الفاعل والفعل اهوت، وبعدين going to فعلا جو تاني فعلا going هيت وتو مصدر. فل قوي. once ده رابط يا حبي. الجمله الثانيه future، يبقى انا محتاج هنا مضارع بسيط او مضارع تام. مضارع بسيط مع شي يبقى فعل في اس. طب تام هزو تصريف ثالث، هل عندي هزو تصريف ثالث؟ لا عندي فعل في اس. برنس البرنس. تعال حبي. هنا سيز، هنا بتقول ده تشيتي في ناو. خد بالك غير المباشر وحلاوته ودلعه وقمر. فعل القول مضارع بختار مضارع. الزمن ما بتغيرش، هي الجمله غير مباشر ايوه، بس انا عندي فعل القول مضارع، فمعنى القصه ان الزمن مش هيتغير في التحويل من مباشر الى غير مباشر. هنا ناوي يعني اصل الجمله كان مضارع مستمر ونزلت زي ما هي في غير المباشر مضارع مستمر. شي تاخد از وفيرب جي. از واتشنج خلصنا. هي told me that he هو اخبرني to Alexandria الاسكندريه the following day. بص يا حبي، the following day دي اصلا كان اصلها tomorrow، يعني اصل الجمله دي كان مستقبل. طب طالما اتحولت الى كده يبقى هي يا اما كانت will بقت would، يا اما كانت am is are going to المصدر بقت was aware going to مصدر، كانت مضارع مستمر بقت ماضي مستمر. ايه الموجود منهم؟ مش will خالص، مش مضارع بسيط، مش ماضي بسيط، يبقى خدت would ومصدر. ان قلنا لما نلاقي عندنا دي بنختار حاجه من الثلاثه. علي his son that the sun rises in the morning. علي ابنه، ينفع علي قال ابنه؟ غلط. علي اخبر ابنه ان الشمس بتشرق في الصباح. صحيحه جميله يا قمر. طيب اسك اتسال اكسبلين وضح، لا وضح ابنه ازاي يعني. شي اسكد مي، هي سالتني I had enjoyed the journey، لو انا استمتعت بالايه بالرحله، فانا هنا معلش استفهاميه مفيش ذات خالص، عندي بستخدم قرابه if او whether في جمله yes or no question. في طبعا الجمله بتاعت WH question بستخدم اداه الاستفهام فبستبعد دي، ما بستخدمش فعل ناقص خالص. طيب هي سالتني ما انا استمتعت بالرحله ولا لو يبقى if. ده teacher المدرس asked us سالنا why we so much noise. طيب هو المدرس سالنا احنا ليه بنعمل ضوضاء عاليه؟ هل are making ولا were making ولا did we make ولا had made؟ بص يا عمنا، اولا لما بصيت عندي يا مستر يعني هي استفهاميه اهوت بيجي بعدها فاعل ثم فعل، انا متفق معاك في هذه القصه، بستبعد الفعل فعل مساعد لما بستخدمش فعل مساعد. طيب والمدرس هنا سالنا ليه احنا ضوضاء عاليه او كتيره؟ هل are making؟ لا فعل القول ماضي يبقى هستخدم ماضي، طيرت دي. had made ولا were making؟ هو المدرس سالنا ليه احنا بنعمل ضوضاء عاليه؟ طب هنا هتبقى المدرس سالنا ليه احنا كنا بنعمل ضوضاء عاليه؟ يبقى we're making. يبقى كان منى سد، منى قالت that she ان هي to study her lessons ان هي هتذاكر دروسها the next day. دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها tomorrow. هات. طب حلو قوي. من الواضح قدامي او من الواضح امامي ايها الساده ان عندي دي كان اصلها must. طيب must لو بتعبر عن كنت تبقى must زي ما هي. طب الزام في الحاضر تبقى had to. الزام في المستقبل would have to. خلاص. طيب هنا هي مش قانون فما هستبعد must، ما قلتش خالص has to ولا must have، انا قلت عندي had to لو الالزام في الحاضر، هي had to اللي هتنفع لان ده مش قانون عشان استخدم must. ويعني 3 حاجات must had to would have to مع المستقبل. بس يا سيدي the thief اللص denied انكر the money. اللص هنا انكر سرقه النقود، هي deny من الافعال اللي بيجي بعدها فيرب ان جي، يبقى اللص هنا انكر stealing the money سرقه النقود. ما ينفعش تصريف تاني بعد الفعل على طول. ولو انت عايز تستخدم that he steals ما ينفعش، احنا قلنا ذات وفعل ومصدر مش فعل في اس ها مع suggest و insist و recommend. هنا بيقول لي he me not cross the road، هو حذرني ولا هو قالني؟ هو قالني ازاي؟ اصل في مخاطره. هو اقترحني ازاي؟ طب هو انكرني ازاي؟ يبقى هو حذرني ان انا ما اعبرش الطريق بس. طيب could you tell me ممكن تخبرني why؟ بص يا حبي ده سؤال واتكلمت على الفكره دي كتير جدا، ده سؤال بس هو سؤال من بره، يعني بادئ عندي بفعل ناقص اهوت وبعدين فاعل وفعل. ما ينفعش اجي بعد اداه الاستفهام دي واعمل برضو فعل مساعد ثم فاعل ثم فعل، ما ينفعش القصه دي. ليه ما ينفعش؟ سؤال داخل سؤال، انا خلاص عملت سؤال بره، هنا هعمل جمله اداه الاستفهام هيكون بعدها فاعل ثم فعل،
فاللي بتبدا بفعل مساعد غلط، بتبدا بفعل غلط غلط غلط. خدت عندي دي اللي فيها فاعل ثم فعل. ليه؟ لان ما ينفعش اعمل سؤال داخل سؤال. ممكن تقول لي ليه هي مشيت من المدينه؟ بعد كده بقول لي امل apologized، يعني امل اعتذرت not doing her homework، ان هي مش هتعمل الواجب بتاعها. طب هي اعتذرت to ولا for ولا that؟ طب بص يا مستر، هي اختار عندي to ولا for ولا that ولا on؟ انا عندي الفعل apologize معناه اعتذر، خد بالك منه مهم جدا، والفكره دي حلوه. بيجي معاه ايه؟ بيجي معاه for. apologize for يعتذر عن، فاختار عندي for. not doing هي امل اعتذرت عن عدم عمل الواجب بتاعها. فكره حلوه على فكره. he said just now، هو قال لسه حالا that one ان مفيش حد allowed to leave، سمح ان هو يغادر. بص يا حبي، انا عندي said just now ده دليل كبير جدا 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 ان مش هغير زمن الجمله. طيب هل هتبقى عندي از ولا ووز ولا هاد بين ولا ويل بي؟ هو قال لسه حالا ان محدش مسموح له يمشي، يبقى از allowed، ما ينفعش ويل بي. هو محدش مسموح له يمشي، مش هختار ماضي لان انا طالما قال عندي just now لسه قايل حالا، خلاص يبقى مفيش يا باشا، مش هغير زمن الجمله، يبقى is allowed to leave. يبقى هو قال لسه حالا ان محدش is allowed، محدش مسموح له يمشي لسه حالا، هو بناء عليه الجمله هنا غير مباشر بس انا سبتها في المضارع ان المستر قال لما الاقي عندي جاست ده معناه ان الكلام لسه متقال حالا، ما بغيرش زمن الجمله. بعد كده بيقول لي she suggested، يعني هي اقترحت فوتبول that day، كرة القدم في ذلك اليوم. وخد بالك suggest، المستر قال لي suggest insist recommend بيجي بعدهم فيرب ان جي، فهل عندي فيرب ان جي؟ playing اهو خلصنا. The police الشرطة accused the criminal، الشرطة هنا اتهمت المجرم the woman on purpose، الشرطة اتهمت المجرم السيدة عمدا. يبقى يا مستر اما ابص عندي، هل هتبقى that he killed حبي؟ مفيش حاجة اسمها that وفاعل وتصريف تاني، اسمها that وفاعل ومصدر. طيب هي accused المفروض بيجي معاها of، فده بيعلمني ان خد بالك ان ساعات بيلعب لي على فعل القول ان هو يجيب معاه حرف جر، ويكون انت عارف ان حرف الجر ده بيجي مع الفعل ده، وحط بعدهم فيرب ان جي لان حرف الجر بيكون بعده فيرب ان جي. she promised هي وعدت خلاص me a gift for my birthday، هي وعدت انها تشتري لي هديه لعيد ميلادي. هل هتبقى buying؟ يبقى to buy، ان تشتري هديه ليا لعيد ميلادي. خلاص that buys لا، هي ذات وفعل ومصدر. he asked me، هو سالني whether I لو انا there before، هو سالني لو رحت هناك قبل كده. خد بالك انا عندي كلمه before اصلها فوق كان مضارع تام، هنا تحول الى ماضي تام، اصل الجمله دي جايه غير مباشر، الجمله دي جمله غير مباشر محوله من المباشر الى غير المباشر، فبناء على اختار ماضي تام. ماضي تام يعني فاعل هات تصريف تالت. هو سالني لو انا رحت هناك قبل كده. طيب my friend is a doctor، صديقي طبيب. he clever at school، هو ماهر في المدرسه. وصديقي طبيب، هو اكيد كان ماهر في المدرسه، هو استحاله كان ماهر، احتمال كان ماهر، احتمال لا، هو اكيد كان ماهر، هو طبيب اكيد كان ذكي في المدرسه شاطر. كتبوا لي the window، the windows كمان الشبابيك with a tool باداه. its lock is smashed، القفل متدمر، يبقى هي اكيد اتفتحت باداه. وخد بالك ساعه ما انا بترجم وبقول الشبابيك اتفتحت، فده دليل ان الشبابيك دي object مفعول، فالجمله دي passive خد بالك منها قوي، فما ينفعش اي حاجه بعدها مصدر. طب عندي can't have opened وعندي must have been opened، دي active في الماضي. can't have تصريف تالت، انا عايز passive. الشبابيك اكيد اتفتحت باداه، القفل متدمر، صح كده صحيح، هيبقى بي. احمد looks very happy، احمد يبدو سعيد يا رب دايما. he the final exam، هو الاختبار بتاع اخر السنه بدرجات عاليه، خلاص يبقى اكيد اجتاز يا عم، طالما شكله سعيد يبقى اكيد نجح والظهر لعب، فخلاص اكيد يبقى ماست. هستبعد استحاله، هستبعد ينبغي، هستبعد ربما، يبقى ماست هاف باسد اكيد اجتاز في الماضي، استنتاج في الماضي. هنا بقول لي ذا فون از رينجينج، يعني بقول لك التليفون بيرن. بس ساره، بس ساره از ديفينتلي هي في السينما، فهي ذا كول هترد على الهاتف. هل ساره استحاله ترد على الهاتف؟ بيرن، ساره في السينما استحاله ترد على الهاتف، هترد عليه ازاي طيب؟ طيب I'm not sure، ساعة ما شفتها عرفت ان انا في سكة احتمالية، هستبعد ماست، هستبعد كانت. قدامي شوت، قدامي مايت، طيارتي دي بتاعت نصيحة، يبقى انا مش متأكد. where my keys are، مفاتيحي فين؟ انا احتمال سبتها في العربية، شكرا. طيب the street is very wet، يعني الشارع مبلل جدا. it heavily last night، اكيد الدنيا مطرت كتير قوي وبغزارة الليلة اللي فاتت، يبقى اكيد يبقى هستبعد استحاله مطرت، وهستبعد احتمال، وهستبعد اكيد. هي اكيد مطر، ودي عارف ليه ما تنفعش؟ ده استنتاج في الحاضر، انا عايز استنتاج في الماضي بيكون ماست هاف تصريف ثالث. الشارع مبلول، الدنيا اكيد مطرت بغزاره الليله اللي فاتت. you all that chocolate، انت كل الشوكليت دي. دلوقتي you feel sick، انت حاسس انت تعبان دلوقتي، يبقى انت ما كانش ينبغي تاكل كل الشوكليت دي، لان ده لوم.
انت ما كانش ينبغي تاكل كل الشوكليت دي، انت دلوقتي حبيبي اهو تعبان اهو. طب ده ما فيش استنتاج خالص، لا اكيد اكلت ولا الكلام ده كله. he has a very luxury car، وعنده عربيه فارهه. هو rich، عنده عربيه فارهه، يبقى هو اكيد غني. هنبص للناس لحد امتى؟ ما تسيب الناس في حالها. طيب هو اكيد غني، اكيد يبقى استبعد عندي كانت ومايت. طب اكيد غني في الحاضر ولا ماست هاف بين؟ اكيد كان غني يا حبيبي، ما بقول لك هي هاز اهو في المضارع، انا ليه هخليها في الماضي؟ يبقى ماست بي. اي ذا ترين، انا القطر. but I decided، بس انا قررت to go by bus، ان انا اروح بالاتوبيس بدلا من ذلك. يبقى هنا انا بتكلم في حته اسمها الحدث البديل، وانا كلمتك عنها. كنت اقدر اعملها وما عملتهاش، ده كود هاف تصريف ثالث. كود هاف تصريف ثالث، كنت اقدر اعملها وما عملتهاش. يبقى اي كود هاف تيكن، انا كنت اقدر اخد القطر، خد بالك يعني، في بالك ماشي، بس انا قررت اروح بالاتوبيس بدلا من ذلك، كنت اقدر اعملها وما عملتهاش، كود هاف تصريف ثالث. The lights، الانوار are off، مقفوله، and no one، محدش بيرد على الباب. يبقى هم اكيد بره، اكيد مش استحاله. ينبغي ازاي، احتمال ازاي، هم اكيد بره. must have gone out، اكيد خرجوا. she didn't answer my message، هي ما ردتش على الرساله بتاعتي. she her phone at home، هي التليفون بتاعها في البيت، هي ما ردتش على الرساله بتاعتي. يبقى هي احتمال ثابت التليفون في البيت، هي كان ينبغي تسيب التليفون في البيت، هي استحاله تسيب التليفون في البيت، هي اكيد تسيب يبقى هي دي احتمال ثابت التليفون في البيت. بعد كده بيقول يو جوت، انت جبت فيري لو مارك، جبت درجه منخفضه جدا. انت هاردر فور ذا اكزام، انت بجد اكتر للاختبار. يبقى شود هاف ستادد، كان ينبغي انت تذاكر بجد اكتر للاختبار. ده بقطمك وبلومك، قال لي هنا ماست هاف ستادد يعني استنتاج مؤكد في الماضي، لا دي استحالة. The cake was delicious، الكعكة كانت لذيذة. My mother، أمي a lot of effort، الكثير من المجهود في عملها. الكعكة كانت لذيذة، يبقى أم أكيد بذلت مجهود في عملها لأنها كانت لذيذة. يبقى must have put، أكيد عملت مجهود كبير جدا في عملها. طب he at the club، هو في النادي امبارح. because he was very ill، بسبب ان هو كان مريض جدا في السرير. يبقى استحالة كان في النادي، يبقى كانت have been، هو استحالة كان في النادي امبارح بسبب كان مريض يا راجل. اكيد كان في النادي ازاي، ده كان مريض، احتمال كان في النادي ازاي بقى. look the bird is flying، بص كده الطائر طاير، الطائر طاير. with a broken wing، يعني بجناح مكسور. it in a lot of pain، هو اكيد الم كتير. it must be، هو اكيد في الم كبير. it must have been، هو اكيد كان في الم كبير. هطير استحاله دي خالص، وهطير احتمال. بقول لك الطائر طاير قدام اهوت بجناح مكسور، يبقى اكيد في الم كبير دلوقتي، ده استنتاج في الحاضر اهو. يبقى must ومصدر must be. واخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تم بفضل من الله مراجعه شهر ابريل. والله يا حبي ربنا يعلم احنا مصورينها في وقت عامل ازاي، ربنا يعلم انا بصور بقالي قد ايه، ربنا يعلم انا يعني عامل ازاي والله وانا بصور. ولكن سبحان الله عمري ما كنت اتخيل ان اقدر اكمل محاضره كده، انا ربنا عني ازاي ما اعرفش بامانه يعني. بصراحه والله انا زوري رايح اصلا، ما عادش قادر اتكلم حرفيا والله. بس الحمد لله ان احنا خلصنا، الحمد لله. انا صراحه يعني لازم اكون في ظهرك، ما ينفعش تبقى محتاجني، لازم اكون معاك وفي ظهرك. يا رب كده اكون افدتكم واكون ساعدتكم. خلاص تروح الامتحان وتيجي تطمني ان شاء الله رب العالمين. واخيرا ان احسنت فمن الله، وان اسات فمن الشيطان. اشوفكم يا رب دايما احسن ناس، واشوفكم على خير. مستنيكم تطمنوني ان شاء الله. سلام.